السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تبقوا كويسين وبخير يا رب. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. زي ما اتعودنا قبل اي فيديو نترحم على والدي ووالدتي وعلى اموات المسلمين اجمعين. ربنا يا رب يرحمهم ويسامحهم ويغفر لهم ويجعل مثواهم الجنه ويصبرنا يا رب على فراقهم. امين يا رب العالمين. يلا نخش على الفيديو بتاعنا ونشوف احنا النهارده هنعمل ايه. النهارده هنعمل مع بعض الغدا بتاعنا. هنعمل ايه؟ هنعمل سمك. تمام يا امارات، تمام يا احلى واجمل اخوات في الدنيا. طبعا السمك بتاعي انا غسلاه بس لسه بصفيه بس الميه. كنت نقعاه كويس جدا في المحلول النقع وشطفته كويس جدا جدا جدا. معايا بولتي. عايزه اقول لكم المكرونه دي تحفه تحفه بجد. بصوا صغننه ازاي، بصوا. عارفين بكام ديت؟ دي 120 باين او 150 حاجه زي كده، البلدي صغننه. بصوا صغننه عامله زي الجمبري، شايفين ما شاء الله عامله ازاي؟ بصوا جميله قوي. المهم ايه، والبولتي جايبه البولتي. انا بحب البولتي الوسط، ما بحبش البولتي الكبير قوي. اهو شايفين اهو ما شاء الله. طيب جايبه البولتي بكام؟ انا جايبه البولتي النهارده ب 95 والمكرونه ب 120 او 130 او 150 مش فاكره قوي. انا طلبت الطلبات كلها فجات لي في حاجات تانية هعملها بس مش هعملها معاكم. انا اللي هعمله معاكم دلوقتي هو السمك. تمام يا امارات، تمام. دلوقتي هنجيب ايه معايا؟ التتبيله بتاعتي انا عاملاها برده فيديو لوحدها بس زودت عليها هنا ليمونيه، عصرت عليها ليمونيه. عملت لكم الفيديو بتاع خلطه السمك ديت فيديو لوحده عشان مش عايزه احط الفيديوهات كلها مع بعض عشان الفيديوهات ما تبقاش طويله عليكم. ونفسي افهم يا اخواتي يا حبايبي، نفسي اعرف ما عنديش مشاهدات ليه في الفيديوهات الطويله، مش عارفه. بس ادي خلطه السمك اهي، التتبيله بتاعت السمك. عايزه اقول لك تحفه. طب نسمي الله ونجيب اول حاجه. هنمسك السمكه بتاعتي كده بسم الله، نعمل لها خط هنا كده اهو، ومن الناحيه التانيه نفس الكلام اهو، خط كمان. تمام. هعمل كل السمك بتاعي البولتي بنفس الطريقه كده اهو، بفتحها كده من الظهر اللهم صل على الحبيب النبي الغالي اهو. بصوا هشقها كده بس من ظهرها عشان تتحمر معايا كويس وعشان يبقى فيها تتبيله كويسه جدا. تمام، عشان يبقى السمك بتاعي اللحم بتاعه يبقى حايق. هقطعه كله كده زي ما وريتكم. تمام. بصوا بقى عملته كله بنفس الطريقه كده اهو. بصوا نجيب بقى ايه التتبيله بتاعتي. بصوا السمك جوه من جوه زي الفل ازاي. بسم الله. انا من النوع اللي بيقرف جدا يا ولاد. ايه ده بتحطي التتبيله بايديكي؟ اه والله ايديا نضيفه يا حبيبتي، مالك تخضتيني ليه يا حبيبتي؟ بتخضيني كده، ايدي زي الفل يا ماما. طول ما انا واقفه ايديا في الحنفيه يعني تحت الحنفيه على طول. متتخضيش يا حبيبتي وتخضيني كده اهو. نعمل كده ونروح حاطين كمان تتبيله في قلب الحتت التفتحات اللي احنا ايه عملناها دي. تمام كده، تمام كده اهو. بس كده. اللهم صل على حبيب النبي عليه افضل الصلاه والسلام. هتتبله كله بنفس الطريقه كده اهو. انا ممكن اروح اكمل كله انا وارجع لكم عشان خاطر الفيديو ما يطولش عليكم اكتر من كده. انا مش عايزه الفيديو تطول عليكم قوي. بصوا احط تحت التتبيله كده اهي. وهحط من اللي هو المكرونه ده التتبيله بتاعتي كده اهي. تمام، هو كده حلو. واحده كمان اهو كده وافرد فيها التتبيله زي ما ايه ما انتوا شايفين كده اهو. تمام تمام. هعمله كله بنفس الطريقه وارجع لكم تاني. خلاص كده خلصت بقى السمك بتاعي كله في التتبيله. هسيبه بقى يتبل شويه يعني عشان اللحم بتاعه يتحيق. مش هقلي دلوقتي، هركنه كده على جنب ونيجي بقى نعمل مع بعض ايه، نعمل مع بعض الرز. استنى بس الجاز. عملت بصلايه كده. هنعمل ايه؟ الرز البني هنعمله مع بعض. كل مره بعمله بطماطم
لا النهارده هنعمله بني زي اللي بتاع الايه، زي بتاع المطاعم. بس الزيت معايا بصلايه، دي بصلايه كبيره تمام. تعالى شويه من الزيت حلوين عشان خاطر ايه البتاع ده، عشان الرز بتاعنا يبقى مفلفل وحلو. بخرطها زي ما بخرطه كده اللي الاغاني بتطبخي بيه تمام، مش ضرباه في الكبه ولا حاجه. يتحمر بقى واوريهولكم. بصوا بقى كده اهي خلاص اتحمرت بقى معايا، بس انا هغمقها سنه كمان، مش هحرقها. اوعي تحرقيها عشان ما تمررش معاكي، تمرر الرز بتاعي. لا احنا هنحمرها شويه كمان، يعني بصي هي كده، لا لسه شويه. هو الرز بتاع ده بتاع السمك اللي هو الرز البني، لازم البصله بتاعته تبقى غامقه ما تبقاش فاتحه. طيب هحط ايه، هحط حته من الثوم معايا كده وهي بتتحمر، حته من التتبيله بتاعت السمك اللي انا عاملاها تمام. شم ريحه بقى اهو، ايه رايك؟ خلاص دقيقه بس كده واروح ننزل عليها بالميه بتاعتنا ونجيب بقى الرز. هو ايه اللي هناك اللي انت بتعمليه ده؟ بعمل كابوريا، بس انا قلت انا عملتها معاكم قبل كده، فانا هعملها هعمل في حاجات تانية هعملها مع نفسي. بس هقلي بس معاكم السمك واعمل الرز البني ده معاكم بس كده تمام. نجيب بقى الميه بتاعتنا. بس النار حلوين عشان تعمل رز كتير، سيبيه نص كيلو ونص، وهحط عليه مكعب من الماجي. الماجي ده في حياتك على طول رشقه. ايوه والله انا بحب الماجي، احطه في الحاجه نص زود عليه حبه. ريحه الكابوريا تحفه، بس هي عايزه تتقلب عشان احط لها توابل واحط لها حاجات، عايزه اقلبها بس احط التوابل الاول بتاعت الرز، معلقه من البهارات، رز سمك يعني كمون، معلقه من الكمون، فلفل اسود، شويه بالسكينه، افتحها بالسكينه شويه اللهم صل على سيدنا محمد، شويه ملح، ونسيبه بقى يعيش حياته يغلي غلوه بس كده قبل ما نجيب الرز واجيبه. خلاص الميه بتاعتي هي تغلي اهي، شايفينها؟ نحط بقى عليها الرز. ده الرز البني يا ولاد زي بتاع المطاعم، مش زي الرز اللي انا كنت بعمله اللي هو بالطماطم، ما حطيتش فيه طماطمايه خالص. هعمل لكم الرز البني. في ناس كمان بتكرمل سكر وتحطه عليه، بس انا كنت اعمل كده السكر يبان، ولادي ما يحبوش ياكلوه. بسم الله الرحمن الرحيم. سيبه بقى يعيش حياته تمام زي ما اتفقنا كده، تمام التمام. نغطي عليها ونسيبها بقى قبل ما نروح نجهز الدقيق والحاجه بتاعت السمك، وارجع لكم تاني. بصوا بقى جبت الدقيق بتاعي اهوت، هنزل عليه شويه من الكمون تمام، شويه من الكزبره الناشفه. طبعا طولت، احنا كلها حاطينها في التتبيله نفسها، بس هنزودها شويه كمان على الدقيق بتاعنا، وشويه من الكاري، شويه كركم صغيرين مش كتير، حبه صغيرين اهم على طرف المعلقه.
اللهم صل على حبيب النبي الغالي عليه افضل الصلاه والسلام. بسم الله. هنقلب كده كل ده يا بنتي. مفيش معلقه تشتغلي بيها يا حبيبه قلب اختك، انا ايدي طول ما انا واقفه في المطبخ بغسلها فعادي يعني. طيب نبدا بايه؟ بسم الله. ونجيب بقى ايه المكرونه ونبرمها كده في قلب الايه الدقيق بتاعنا، شايفه كده اهي. ايه رايك نركنها على جنب؟ هعمل كل المكرونه نفس الشكل كده والطريقه اهو، نفس الطريقه كده، وننطر منها الايه الدقيق بتاعنا ده اهو. مش عايزه الفيديو بس يطول عليكم، انا هروح اعملهم بقى كلهم وارجع لكم تاني. بصوا بقى خلاص خلصت كده ايه، عملته كله بالدقيق، بس لسه في معايا حبه كمان هشيلهم في الفريزر، اعملهم بقى يوم تاني، ممكن اعملهم بكره بعده. فمعايا بقى هنا ايه، معايا شويه ميه عاديه من الحنفيه، وحطيت عليها معلقتين من النشا. تمام، شويه ميه وحطيت عليها معلقتين من النشا، اقلبهم بس كويس. ده ليه كده؟ هتعرفي دلوقتي حالا واحنا شغالين مع بعض ليه كده. ولع على الزيت بتاعي، اهم حاجه الزيت بتاعنا يكون ايه بقى يا قمر، سخن قوي. تمام، بس كده. قلبت بقى ايه الميه بالنشا اهي، ونحطها معانا كده هنا على جنب. اللهم صل على حبيب النبي الغالي عليه افضل الصلاه والسلام. انا كده خلصت كل حاجه، خلصت الجمبري وخلصت الكابوريا وعملت الرز، وهنقلي مع بعض السمك. وهو السمك بيتقلي وعامله شويه سلطه كده في السريع. شفتوا انا شاطره ازاي يا ولاد؟ نحط بقى الليمون بتاعنا، قشر الليمون بتاعنا نحطه زي ما انا قلت لكم، انا مش هرميه. قشر الليمون هحطه فين؟ هحطه في الطاسه بتاعتي، بحطه ايه في الطاسه. تمام. طب انا مش حابه ريحه السمك يملى البيت، هعمل ايه؟ افتح كيس فانيليا. فانيليا ايه اللي انت هتحطيها على السمك اهي، كيس فانيليا هفتحه وهاخد منه شويه صغيرين على الزيت. فانيليا ايه يا بنتي اللي انت هتحطيها على السمك كده؟ السمك مش هيبقى ليه طعم، هيبقى كله فانيليا. لا، ما انا مش هحط الفانيليا كلها اهو، بس كده. حطيت شويه صغيرين، مالكوش دعوه بالقصه، الدنيا كلها بقت هيصه. فايه احنا هوريكم دلوقتي المطبخ، وهوريكم بعد ما اخلص خالص. نقلب بس الاول الزيت بتاعنا عشان الفانيليا بتاعتنا تدوب. هعمل لكم صينيه زي بقى اللي هو ايه شريمب زون والناس ديت. تمام، وزي اسمه ايه التاني ده، الصواني اللي هما بيعملوها دي اللي هو بهيج. هعمل لكم الصينيه النهارده نفس الصواني اللي هما بيعملوها ان شاء الله. الزيت بتاعي سخن. طيب تعالوا بقى هنا، البوتاجاز زحمه مش مشكله، نلم الليله دي كده شويه اهو. وادي الزيت بتاعنا سخن اهو. ندي تقليبه كمان للميه ام نشا. وهاخد السمكه بتاعتي انزلها في السريع واطلعها كده. تمام، وهنزل هنا على ايه، على الزيت بتاعي. بصي بغمزها في السريع كده وبطلعها على طول. تمام، واخدها انزلها في الزيت بتاعنا. الزيت سخن زي ما قلت لك اهو. ليه بقى كده؟ عشان يطلع معاكي مقرمش وجميل زي بتاع بره بالظبط. بالسريع. الزيت بتاعك مش هيتوسخ ولا هيتحرق الدقيق فيه ولا اي حاجه. في ناس بقى بيعملوه كده ويرجعوا لي الدقيق تاني، لا انا مش هعمل كده. انا بنزله في الميه وهحط على طول في الزيت اهو في السريع. نوسع بس مكان اهو. طبعا ده ما بتقلبش دلوقتي، لسه قدامه شويه. هعمل كل السمك بتاعي بنفس الطريقه ديت، حتى البولتي. تمام، عشان انا مش هفضل ايه احمر معاكم السمك عشان ما ياخدش وقت كتير، عشان خاطر بتاع ده الفيديوهات ما تطولش عليكم كتير. تمام. السمك كله هعمله بنفس الميه اللي انا عاملاها ديت. هعمل لكم واحده كمان كده عشان انتوا ما كنتوش شايفين. بنزلها في السريع كده اهو، واخدها
احطها بقى ايه في الطاسه بتاعتي زي ما انتم شايفين كده. هسيبها بقى ايه تتحمر كلها وارجع لكم تاني. بصوا بقى شكل السمك بتاعي، شايفين ما شاء الله عامل ازاي؟ عايزه اقول لك مقرمش وجميل. هطلعه بقى واحطه كله، ولما اجي عند البولشه هوريه لكم. بصوا بقى اسمعوا، سامعين؟ ايه رايكم؟ عايزه اقول لك تحفه. تعالوا بقى طريقه اختي كنت مش هتندمي. احمر بقى كله وارجع لكم تاني. بصوا عملت البولشي زي ما عملت في المكرونه، عملت في البولشي، حطيته اهو في الزيت بيتقلب. هخلص بقى كل الاكل وارجع لكم بقى ايه لما اغرب. بصوا بقى خلاص انا خلصت. هعمل ايه دلوقتي؟ هجيب الرز بتاعي عشان نبدا نرص الصينيه بتاعتنا الخطيره. بصي يلا صلي على النبي كده عليه افضل الصلاه والسلام. بسم الله. عايزه اقول لك بقى شويه رز تحفه. ممكن بقى الرز بتاعنا كده بسم الله ما شاء الله. شويه رز، انا مش عامله رز كتير عشان قلت ايه عشان هقلبه كله في قلب الصينيه، فما حبيتش ان انا احط ايه رز كتير. عامله نص كيلو بس كده تمام. نبتدي بقى بسم الله ونرص بقى مع بعض في ايه. ارص معاكم ولا ارص لوحدي؟ ايه رايكم؟ بصوا كده برص السمك بتاعي اهو اهو. بصي بقى ما تقوليليش بقى محلات مش عارفه مين ولا مين، حاجه كده بسم الله ما شاء الله. استنى بقى ارص ايه المكرونه كمان. طب بقول لكم ايه، انا هرص انا الصينيه بتاعتي وافاجئكم بشكلها. تمام يا امارات؟ تمام يا احلى واجمل اخوات. ايه رايكم بقى؟ ايه رايكم في الجمال ده والتحفه؟ حاجه بسم الله ما شاء الله. بصوا الجمال. اعمل لكم اعملوا قلب، بيقول لكم بيحبكم. بصوا بصوا ما شاء الله. لو وصلتي بقى لغايه هنا اجبري بخاطر اختك بقى ايه بالدعوه الحلوه واللايك الجميل واشتركي في القناه لو اول مره بتشوفيني. فعلي الجرس على الكل عشان يوصلك مني كل جديد، واعملي لي لايكات كتير كتير وشاركي الفيديو على قد ما تقدري. قولوا لي ايه رايكم بقى في الصينيه الجامده دي. بصوا حاجه كده فاخر من الاخر، حاجه بسم الله ما شاء الله تحفه تحفه بجد. بصوا الجمبري عامله بطريقه جامده جدا، بس انا عملته معاكم قبل كده. يلا بقى لو وصلتوا لغايه هنا اجبروا بخاطرنا بالدعوه الحلوه واللايك الجميل واشتركي في القناه لو اول مره بتشوفيني. فعلي الجرس على الكل عشان يوصلك مني كل جديد، واعملي لي لايكات كتير كتير وشاركي الفيديو على قد ما تقدري. ايه رايكم في الجمال ده؟ تحفه تحفه بجد. بصوا معاكي بقى ايه. بصي الجمال بابا غنوج. وادي طبق السلطه بتاعنا الجامد. يلا استنونا بقى في فيديوهات تانية كتير جايه ان شاء الله.